تأتي زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الصباح للمملكة العربية السعودية الشقيقة لتؤكد المؤكد وتثبت المثبت، وهو التاريخ الراسخ والمستقبل والمصير المشترك بين البلدين، خصوصا وأن علاقة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تتميز بنوع من الخصوصية لا يمكن لأحد أن ينكرها ويتغاضى عنها. لا يمكن لأي كويتي أن ينسى كلمات الملك فهد عندما قال: ما في كويت وسعودية، في بلد واحد، ينعيش سوا ينموت سوا. ولا يمكن لأي كويتي أن ينسى أيضا كلمات الشيخ صباح الأحمد رحمه الله عندما قال: أي إساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة هي إساءة لي شخصيا. ولا يمكن لأي كويتي أيضا أن ينسى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد عندما قلد سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قلادة مبارك الكبير، وقال: هذه أغلى ما نملك لأغلى ما نملك. هذه الزيارة جاءت بعد تنسيق مسبق وواضح، خصوصا بعد زيارة الأميرين، الأمير تركي بن محمد عضو مجلس الوزراء السعودي والأمير تركي الفيصل خلال العشرة أيام اللي فاتت، خصوصا بعد التغير البنيوي الذي حصل في المنطقة العربية آخر 20 سنة، وتحول دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية إلى مركزا للثقل العربي. هذا الأمر يستوجب الكثير من التنسيق والتقارب الخليجي. أما بخصوص احتفاء المملكة العربية السعودية والترحيب الحار الذي تم استقبال الأمير فيه، المملكة يعني أهل طيب، وسمو الأمير خرج من داره ومن إخوانه وذهب إلى داره وإخوانه. أعتقد سنشهد بإذن الله انعكاسات وأبعاد هذه الزيارة على الشعبين الشقيقين وعلى البلدين الشقيقين، وستكون بإذن الله آثار انعكاسات وأبعاد إيجابية إن شاء الله.